35 مليون يورو لشراء عقد لاعب مغربي. حدد فريق أوروبي مبلغ 35 مليون يورو مقابل بيع لاعبه المغربي لفريق لايبزيتش الألماني. وحسب التقارير القادمة من بلجيكا فإن المغربي بلال خنوس مرشح لمغادرة نادي جانيك الصيف القادم. وتشير التقارير ذاتها أن الخنوس مرشح لحمل ألوان فريق لايبزيتش الألماني الباحث عن خليفة نجمه تشافي سيمونز. ويعود سيمونز الصيف القادم لفريق باريس سان جيرمان المالك لعقدها، إذ يلعب فقط معارا للفريق الألماني. وفي حال نجح انتقال الخنوس إلى لايبزيتش ستكون وجهة ممتازة للاعب المغربي في ظل مكانة الفريق الألماني وسمعته الجيدة مع اللاعبين الشباب. وتبلغ القيمة التسويقية للخنوس ما قيمته 22 مليون يورو، ومرشح للارتفاع في حال قدم أولمبيادا ممتازا مع المنتخب المغربي. حكيم زياش يبيع منزله الفاخر بهولندا. نقلت تقارير إعلامية هولندية أن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش باع منزله الفاخر الكائن ضواحي مدينة أوتريخت بهولندا. ووردت المصادر أن منزل النجم المنتخب الوطني المغربي ولاعب نادي غالاتاسراي التركية يتواجد بالقرب من أشهر البحيرات بهولندا. وذكرت المصادر الإعلامية ذاتها أن زياش تلقى مقابل المنزل الذي باعه مبلغا كبيرا يقدر ب 6,966,000 دولار. وكان اللاعب الدولي المغربي قد اشترى هذا المنزل في شهر مارس من سنة 2020 في الوقت الذي كان فيه لاعبا لنادي أياكس ليرحل بعد ذلك إلى تشيلسي. وحسب ما نشرت مصادر إعلامية هولندية فإن زياش دفع نحو 3.9 مليون يورو مقابل العقار في ذلك الوقت. وتبع نفس المصدر أن نجم الأسود باع منزله بعد مرور 4 سنوات على اقتنائه له بما يقارب مبلغ 3 ملايين أورو إضافية.